السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشاني قد الدنيا دي كلها. انتوا عارفين ان حمودي تعبان بقاله كذا يوم، فروحت كده بيه للدكتور انف واذن وحنجرة، فاداني علاج. انا كنت وريتهولكم الفيديو اللي فات. كان اداله حقن سيفتر ياكسون، واداله دلو دي بلس باين بتاع السخونية، واداله واداله دلو دي بلس دوت خافض الحرارة ومسكن، واداله نوع كمان كده علشان الكحة والرشح. واداله بروفين خافض الحرارة لبوس دولفين. دولفين يا روشان. واداله دولفين لبوس خافض للحرارة. بس للأسف حمودي قعد 4 أيام سخن مولع، حرارته ما بتنزلش نهائي الا لما اديله الدواء واديله اللبوسه واعمل له كمادات. ما كانتش بتنزل الا بالطريقه دي، وتنزل يا دوب نص ساعه ساعه بالكتير، والولد يرجع يسخن تاني، وافضل اعمل له في كمادات تاني واديله اللبوس تاني. يعني هو كان كاتب لي ان هو ياخد لبوسين بس في اليوم، كنت بديله 3، وكنت بديله دواء شرب كمان، وكنت بعمل كمادات كتير جدا جدا في وسط النهار علشان الولد سخونيته ما تبقاش عاليه طول اليوم. وبرده ما كنتش عارفه انزل حرارته خالص خالص. فاتصلت على الدكتور اللي انا كنت رحت له قبل كده، اللي هو بتاع انف واذن وحنجره، فقال لي دلوقتي حالا لازم تطلعي على دكتور اطفال ضروري دلوقتي حالا، يا اما تخرجي بيه وتروحي لاقرب مستشفى بالنسبه لك، لان كده ما ينفعش الولد يبقى سخن لمده 5 ايام الحراره ما تنزلش، وان هو كمان بدا بترجيع وكده، فقلقنا عليه لحسن يكون ده ولا حاجه. فروحنا كشفنا عليه عند دكتور تاني اطفال بقى. المره الاولانيه كانت انف واذن وحنجره، المره دي رحنا لدكتور اطفال، فكتب لي الروجيتا دي. تمام اهو بتاريخ امبارح 12 كام 5/11. تمام. وكتب له العلاج دوت. بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر، الولد اول ما خد العلاج من اول حقنه خدها على طول، مفيش نص ساعه نام، ولقيته عمال يجيب عرق من كل حته. الولد كنت تمسكوه كده تعصروه ميه قد كده. الحمد لله غطيته ونيمته، فضلت اراقبه طول الليل طبعا. فطلع بقى اصور كده معاكم النهارده علشان اعرفكم ازاي بحضر الحقنه بتاعتي. تمام. واوريكم العلاج اللي هو كتبه له برده. هو كتب له فينتو كيف، اللي هو بتاع ايه، اللي هو بتاع طارد البلغم دوت، وقال لي اديله منه 5 سنتي. وكتب له كونتا فيكرا ان كونتا فيكرا ان دوت مسكن وخافض للحراره ومضاد للالتهاب، كتب له برده دوت، وقال لي ان ده طعمه كويس جدا والاطفال بيحبوه، وفعلا حمودي يعني ما اتضايقش منه قوي. وكتب له رينو تكس دوت بتاع الكحه، برضو حمودي ما بيتعبش منه او ما بيتعبش من طعمه قوي، انما كان بيتضايق قوي قوي من طعم دلودي بلس ده، كان بيتضايق منه جدا. ماشي. وكتب له بقى الحقن دي. بصوا كتب له الديسكه دي ان هو يخلطها مع الحقنه دي اللي هي 40 بيوتك. 40 بيوتك اهي، 40 بيوتك 1500 جرام. يا نهار ابيض، دي 1500 جرام تقيله جدا. 1500 جرام، بس طبعا اديتها له على مرتين وكل 12 ساعة. هو كان قال لي ان الولد هتبقى حركته يعني بسيطة، وهيبقى فيه خمول ونوم وكده. بصراحة الولد اول ما خد الدواء امبارح، هو خد حقنة امبارح انا ما صورتهاش، دي تاني حقنة، يعني هو كده خد حقنتين، واحدة امبارح بالليل الساعة 2 بالليل، وواحدة الصبح لما صحينا من النوم على الساعة 11 كده خد واحدة. والحقنه دي هناخد نصها دلوقتي والنص التاني بكره ان شاء الله، من غير ما نخلط عليها حقنه الديسكا. فهنسحب بقى دلوقتي مع بعض الدواء مع بعض. هنبدا نسحب الميه كده الاول، وبعد كده نخلطها مع البودره. نقول كده دلوقتي بسم الله، نفتحها كده بالشكل ده. تمام. ونبدا نسحب
3 سنتي. كده. وهنجيب البودر معانا، نفتحها كده ونبدأ ندخل المحلول كله في قلب الزجاجة ونخلطها كويس جدا جدا جدا. خلوا بالكم الحقنة تقيلة قوي قوي قوي، يعني الطفل لما بياخدها بصوا مش عايزه اقول لكم بيصوت وبيعيط وبيعمل حاجات فظيعة، فطولوا بالكم على الاولاد شوية لان هي فعلا حقنة تقيلة جدا جدا جدا. دلوقتي خلاص اتأكدت ان البودرة كلها دابت، فهسحب. هو كاتب لي كام سنتي روشان منها؟ مكتوب على التاني. اهو سنتي ونص في العضل، هنسحب سنتي ونص، لسه ما جبناش سنتي ونص. بس كده انا سحبت معايا سنتي ونص. هنحط بقى دي دلوقتي في التلاجة ونبدأ نستعد بالبطل الهمام اللي معانا ونخرج كل الفقاعات اللي موجودة معانا هنا. لو انتوا واخدين بالكم ان حمودي نام لان هي بتعمل خمول جامد جدا. بس كده كده دي خلاص اوكي تمام. هاتي قطنه يا روشو، يلا يلا حمودي، يلا ناخد الدواء. حمودي تعالى ناخد الدواء الاول. الف سلامه، الف سلامه، الف سلامه عيون ماما. دي 5 سنتي. بصوا احلى طريقه تدوا بيها الدواء ان انتوا تدوا لاولادكم الدواء بالسرنجه كده، تسحبوا. هو هنا عايزني اديله 5 سنتي فهملى السرنجه كلها. يلا افتح بقك، يلا يلا يلا، هتقع عليا توقع. يا دي يا روشان يلا. ها مين اللي هياخد الحقنه، انت ولا روشان؟ مين؟ حمودي. يلا 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 اقفل اقفل اقفل. شاطر شاطر. يلا ناقص نوع واحد بس. دوت 3.5 سنتي. ماشي استنى استنى، حاضر هناخد 3.5 سنتي بس منه اهو كده. يلا يلا اقفل بقك اقفل بقك اقفل بقك. خد اشرب اهو، شوية صغيرين شوية صغيرين. خد يا روش. وده 3.5 سنتي برضو. هو الدواء دوت طعمه احلى من الدواء اللي فات. 3.5 برضو. يلا اهو يلا يلا دي اخر واحد. يلا اقفل بقك. شاطر. ودلوقتي هنستعد وندي حمودي الحقنة في عضلة الفخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي حبيب ماما حبيب ماما. بصوا هنرش رشة واحدة من الكحول كده. دلوقتي يا حبايبي انا حددت المقاس اللي انا هدي فيه الحقنة. انا بحط صبعين كده من فوق الركبة على طول، وصبعين بين عضلة الفخذ من جوه كده عضلة الفخذ، والمكان اللي هو علم عليه ده هو ده المكان الصح اللي احنا هندي فيه الحقنة. هندخل كده بطريقة عمودية بالشكل ده اللي هو دخل بيه دوت، وبعد ما ندخل نقوم سحبين المكبس لفوق
لو خرج معانا دم نخرج بالحقنة وما نحاولش نستخدم الحقنة، بنجيب دواء جديد ونعبي حقنة تانية جديدة وندي للشخص الحقنة بتاعته. بس في دكاترة بيقولوا لك عادي، يعني مفيش اي مشاكل خالص، ممكن تدوا نفس الحقنة اللي خرج فيها دم ده، بس ما يكونش عدى عليكم وقت، يعني في نفس اللحظة تخرجي من هنا تخشي على المكان التاني على طول. تبعدي طبعا عن المكان الاولاني اللي انت دخلتي فيه بشوية، لان انت اكيد كده لمستي شعيرة دموية او دخلتي في وريد ولا حاجة. علشان بس نتجنب المشاكل هنخرج من المكان ده خالص. تمام. وبعد ما ندخل بالحقنة ونسحب ما نلاقيش دم، نتكل على الله ونسمي الله ونبدأ نضغط الحقنة بطريقة خفيفة شوية، يعني مش بسرعة ومش جامد. وبعد ما تدي الحقنة بتاعتك تخرجي بنفس الزاوية اللي انتي دخلتي بيها، يعني وانتي بتشيلي الحقنة ما تحاوليش تميلي الحقنة لتحت او لفوق، لا، دخلتي بطريقة عمودية اخرجي بطريقة عمودية، دخلتي مستقيم اخرجي مستقيم، وما تحاوليش تهزي الحقنة في جسم الطفل. وبعد ما تضغطي جامد كده لمدة دقيقة كاملة على المكان اللي انتي ضغطتي فيه الحقنة. بس كده حبايبي، وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى ما تنسوناش باللايك الجميل، وتدعوا لابني ولكل اولادكم ولكل مريض يا رب ان ربنا يشفيه، وما نشوفش اي حاجة وحشة في ولادنا ابدا. ويلا سلام.